حب سيدنا النبي في مصر دايما غير. يعني لو جالك حد عزيز عليك في بيتك هتقوله ده احنا زارنا النبي، ولو جه يقوم بدري شوية هتقوله والنبي ما انت قايم، ولو فرحتي بابنك وجبتي سيرته قدام حد هتقولي اسم النبي حرصه. ولا الأحفاد، مفيش حفيد يتولد غير لما يتغنى له امتى زورك يا نبي يلي بلادك بعيدة. ولو جبت هدية لحد وزمزق شوية وهو بياخدها هتقوله ده النبي قبل الهدية. ولو في مشكلة بين الجيران هتلاقي النبي وصى على 7 جار. ولو قامت قدامك خناقة في الشارع هيحلها ما تصلوا على النبي يا جماعة. ده غير انك بتنقل حبك لسيدنا النبي لكل الناس وتقول لهم كل من له نبي يصلي عليه. فمش غريب ابدا ان مصر من زمن المعز لدين الله الفاطمي بالتحديد سنة 362 هجريا تعمل حلاوة في مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام، لان الفاطميين كانوا دايما بيهتموا بالاحتفالات والمواسم. وعشان كده بنى الخليفة العزيز بالله دار الفطرة، واللي بالمناسبة يقال انه كان مكانها جنب مسجد سيدنا الحسين حاليا، وده عشان يصنعوا فيها الحلويات اللي بتتوزع على الناس في الأعياد. وكان الخليفة بيبعت للدار دي كل الاحتياجات من سكر وسمنة وعسل وتمور ومكسرات وهكذا، عشان ينتجوا كمية كبيرة من الحلويات تكفي رجال الحكم وكمان عامة الشعب. أما شكل حلاوة المولد اللي بنجيبها دلوقتي فابتدت من حوالي أكتر من 500 سنة في سوق كان اسمه سوق الحلويين. وبيقول المقريزي إنه كان بيتصنع حلاوة على شكل أسود وحصنة وقطط، وكانوا بيسموها العلاليق لأنهم كانوا بيعلقوها على أبواب المحلات، وكانت الأهالي كلها متعودة تشتريها لأولادها كل سنة ولحد دلوقتي. قولي بقى إيه أكتر حاجة بتحبها في حلاوة المولد؟ ولو أنت مش من مصر قولي بتحتفل إزاي؟ وكل سنة وأنتوا طيبين.